بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج دردش الكوره. نجح فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة المدير الفني الدكتور ميمي عبد الرازق في تحقيق فوز غالي على فريق فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء في المباراة اللي جمعتهم في الأسبوع ال 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز. المصري قدم مباراة قوية أمام فريق فيوتشر سحب المركز الثالث في الدوري برصيد 57 نقطة، وبكده المصري فاز على فيوتشر للمرة الثانية على التوالي في خلال أسبوع واحد بعد ما كسبوا في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1. ولكن أكتر حاجة شغلت بال جمهور النادي المصري هو فين الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة. للمرة الثانية على التوالي وللمباراة الثانية على التوالي للنادي المصري قناة اون تايم سبورت ما عملتش استوديو تحليلي للفريق المصري، ودوت الآثار استغراب واستعجاب جماهير النادي المصري البورسعيدي، على الرغم ان قناة اون تايم سبورت قدمت استوديو تحليلي لمباراة الاهلي ومنتخب السويس في بطولة كأس مصر في الدور ال 32 ومباراة الاتحاد السكندري مع فريق سيراميكا في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، وسط تجاهل تام من الإعلام الرياضي في قناة اون تايم سبورت لمباراة النادي المصري أمام فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية. وده اللي خلى عدد كبير من جمهور النادي المصري على صفحات التواصل الاجتماعي يطالبوا بمقاطعة قناة اون تايم سبورت، وعدد كبير برضه من جمهور النادي المصري قالوا ده أكيد بسبب اللي حصل لبرنامج اللعيب الذي كان يعرض على قناة الام بي سي مصر والذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي. واختلفت الآراء بين جمهور النادي المصري بسبب عدم وجود استوديو تحليلي خاص لمباريات النادي المصري للمباراة الثانية على التوالي. تفتكروا ايه سبب عدم وجود استوديو تحليلي لمباريات النادي المصري للمباراة الثانية على التوالي؟ ولكن خلينا اقول لكم النادي المصري في العلالي بدون استوديو تحليلي.